ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا معايا احلى صينيه رقاق عملتها ورأي ابني فيها. جربوها هتعجبكم. اديني. يلا مع بعض نشوف طريقتها. نزلت بمعلقه سمنه، بعد كده نزلت باللحمه وشوحت فيها كويس، كنت بشرب فيها حته ليا. بعد كده هنزل البصل، وبعد كده حته ثوم صغيره وهقلب كل ده في بعض. بعد كده هنزل بالجزر والفلفل الاخضر وهشوحهم حلو مع بعض. بعد كده عندي طماطم متقطعه وصلصه. بعدين ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسود وشطه، وهنقلب كل ده. وبعدين ننزل بنص كوبايه ميه. بعد كده عندي الصينيه دهنتها سمنه كويس جدا من فوق ومن تحت، وهنجهز التشريبه. عن كوبايه لبن، معلقتين سمنه بلدي، كوبايه شوربه، ملح وفلفل، وهقلب كل ده كويس. ده عندي الرقاق الطري، بس كان بقاله كام يوم في التلاجة فتحسه دايب شويه. بعد كده نزلته في التشريبه، وهبدا افرده في الصينيه بتاعتي واحده واحده عشان ما يتهريش مني. هحط تحت 4 رقات، ما بين كل رق ورق هاخد شويه لبن صغيرين كده وبحطهم. بعد كده بفرد كويس جدا ال4 رقات حلو، واي زوايد بقصها من على الجناب، اي زوايد في الصينيه. بعد كده بنزل باللحمه المفرومه. بعدين بجيب بقى رشه جبنه موتزاريلا حلوه كده وبرشها فوق وش اللحمه، بتخلي اللحمه متماسكه لما نيجي نطلع الرقاق. واللي عملته تحت هعمله من فوق برضو. فوق هعمل 4 طبقات، 4 رقات، اقطعه بقى زي ما انا عايزه، مثلثات، مربعات، زي ما انا عايزه بقطعه. بعد كده اللي فاض عندي من اللبن والسمنه برشه فوق الوش، وبقوم معلقه سمنه بلدي كده فوق الوش. بعد كده هندخله الفرن على درجه حراره متوسطه، واول ما نلاقيه خد من اللون من تحت هنولع عليه الشوايه زي ما انا ما عملت كده. طعم خطير خطير خطير.